بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش هطول عليكم، بس آدي كولر وآدي فريرة وآدي أداء نادي الأهلي وآدي أداء نادي الزمالك امبارح. مدربين على باب الله هم السبب في ضياع البناط اللي هي بتضيع سواء من الأهلي أو من الزمالك. أنا معرفش، واحد مصمم على المسلوسي والتاني مصمم على برونو صفر. يعني مدربين على باب الله وجايين يضحكوا علينا، ورغم كده الاعلام عمال ينفق فيهم زي ما نفخته قبل كده في موسيماني. ده الراجل مشي من اهلي جده، الراجل مشي من النادي الاهلي كان بياخد 180 الف دولار، المفروض يروح اكبر انديه في السعوديه او في دول الخليج، في اي دوله بقى، الامارات، السعوديه، الكويت، اي دوله، ويمسك اقوى فريق فيها. ده لو ما كانش كمان منتخب، يعني لو مسك المنتخبات بتاعتهم. فعمالين ننفخ بس، لا كولر، لا 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 فرير، لا 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 كولر، لا 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 برونو صافيو، لا 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 المسلوسي. يا جدعان، اللعيبه اللي بتيجي دي مين منه لله اللي جابهم؟ ضعفوا الدوري المصري، دول محترفين اللي ضعفوا الدوري، اللي المفروض يجي تشد من قصر الدوري المصري، اللي المفروض يعني. ولكن ادى الله ودي حكمته، احنا دايما نحب اللي يضحك علينا. ادي كولر اهو سبب التعادل النهارده. معرفش هو مصمم ليه على برونو صافيو. انت شايف فرقه المصري الشوط الثاني ما تنزل بشادي محمد جنب محمد شريف، لاعب بعد كده حسين الشحات باك، وطلع محمد هاني ويجي يعمل لك الشغل من ورا. الناحيه الثانيه علي شغال. لما نزل كمان احمد عبد القادر عمل حركه، بس فين؟ انت مديله ايه؟ مديله تلت ساعه ولا 25 دقيقه يعمل فيهم ايه؟ وفي تكتل دفاعي اصلا، ما كان لازم يبقى فيه حلول. النادي المصري ضيع فرصتين، فرصه الشوط الاولاني بتاعت جريندو وتألق فيها محمد الشناوي انفراد تام، والشوط الثاني في اوله ده الغوم ده ولا ده هموم رقص وحط الكوره زي ما لولا لمست طراطيف صوابع محمد الشناوي جت في العارضه كان الجول. هو ده خطورة النادي المصري. تعالى بقى الناحية التانية، في بداية الشوط الأولاني النادي الأهلي راح بكام هجمة كده بس مش مؤثرين، غير الكورة اللي وقعت من إيد محمود جاد وقام جاي شريف حطها بره في السما. الشوط التاني مجدي قفشة وحسين الشحات عملوا واحدة كده من بتوع زمان وراحوا للجون، بس حسين حطها بره بعد ما مجدي قفشة ده كان هيبقى جون خماسي، تك 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 وخرجوا الجون بره، بس جت على شمال حسين الشحات ما ظبطتش يعني، وانتهى اللقاء على كده. وفي واحده تانية بتاعت حمدي فتحي برضو اللي هو نازل وحطها في السما، ده اللي هي كروس واتعمل من علي معلول وحطها في السما. انت ما عندكش حلول يا عم كولر، عشان بس ايه الناس اللي عماله تقول لك ده هو ابيض، ونفس الكلام فيريرا ما عندهمش فكره، بس هي ارزاق. تعالى بقى، يعني انا قلت لكم مش هطول عليكم، بس في نقطه لفتت نظري. لا في جون واتلغى او الحكم ما حسبوش، او ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش. نزل بقى الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ نزلوا الملعب ليه؟ ونزلوا يتهجموا على الحكم ليه؟ وراحوا يحتجوا ليه؟ وبعد كده خدوا لعيبه النادي الاهلي معاهم ليه؟ ليه الشكل ده؟ انتوا وحشين، انتوا ما تستاهلوش المكسب. انت لو في حظ النهارده المصري هو اللي يكسب. كورتين اللي هم جم دولت، انت اولا الفرصه هي بتاعت حسين الشحات دي بس هي اللي تبقى جول، انما التانية دي بتاعت حمدي فتحي عاديه جدا، لان هو طالع ومش راكب الكوره ويا دوبك لمس الدماغ عشان كده طلعت عاليه. انما هي الكوره بجد اللي هي بتاعت حسين الشحات ومجدي قفشه، ده اللي هو المفروض الانفراد بجد يعني. وعلى الناحيه التانية انفراد الشناوي، ثم الكوره اللي هو لمسها وجت في العرض. فانتوا بتحتاجوا على ايه؟ يعني انت يا كابسايد بتحتاج على ايه؟ قول لي بتحتاج على ايه؟ ولا انت بتحلل المبلغ اللي انت بتاخده؟ لا لازم تبقى في وقفه بقى. ما انت ما فيش، قلت لك لا جون ولا ضربه جزاء عشان تنزل تحتاج ويبقى بالشكل ده. فين بقى لجنه المسابقات؟ فين لجنه الحكام؟ مش انتوا بقى، ولا انتوا بقى تقوموا جايين مثلا دابحين فرقه زي اسوان، فرقه زي المحله، فرقه زي معرفش ايه، وتيجي هنا كانكم ما شفتوش حاجه خالص والموضوع عدى على كده، والحكم ما بيكتبش في تقريره عشان خايف، عشان عايز يحكم تاني نادي. مع ان النهارده وليد عبد الرازق من احسن مباريات تحكيميه ما فيهاش غلطه. ليه؟
لان قريب من كل كوره، هو ورا الكوره على طول، فعشان كده ما كانش فيه اي مشاكل. حتى في واحده اللي هي بتاعت مصطفى ميسي اللي داس على الكوره دي، انا قلت هيحسبها يا فاول، اللي هي على سن ال 18 او على ال 18 في قوس ال 18 دي. وفجاه لقيته ان هو ما حسبش لان هو قريب منها، ولما اتعادت لقينا الراجل هو اللي داس على الكوره. يعني ميسي هو اللي داس على الكوره، مش محدش لمس. على العموم يعني ادي الدوري، كولر يضيع وفريرا يضيع، وكان المفروض النهارده لو الاهلي كسب كان حسم بطوله الدوري، ولكن من كولر لفريرا يا قلبي لا تحزن. عايزين نشوف دوري مولع نار، دوري كويس والمستوى فيه عالي. انما بصراحه مستوى الاهلي والزمالك الاتنين بيشحتوا كوره. ده اخر كلامي.